السلام عليكم. معاكم ايمان مجدي من قناه كوكينا. النهارده بقى ايه هنعمل حاجه كده عشان تدفينا كده بقى في الشتاء اللي احنا فيه ده. هنعمل طريقه مكرونه بالشعريه واللبن وبطعم كمان مميز لانها هتبقى بطعم الكاكاو بطريقه سهله وشيك كده على قد ما نقدروا تشرفي قدام ضيوفك بطريقه سهله وبسيطه. تعالوا بقى نشوف الطريقه، استنوني. كوكينا أكلتك علينا. تعالوا بقى نشوف عملنا المكرونه الحلوه الطعمه الحلوه دي ازاي اللي زيكم. طبعا انتوا عارفين ايمان بتحب تعمل حاجه مميزه شويه، مش اي مكرونه بالشعريه باللبن وخلاص، لا 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 لا, لا. لازم طبعا نحط كده ايه تاتش بسيط. بس قبل ما نبدا في الطريقه كالعاده يلا نصلي على النبي. اول حاجه هنا حطيت شويه زبده على زيت، وممكن تحطوا زيت بس او زيت او زبده بس، طبعا دي الكميه برضو براحتكم. وهنا بقى هعمل بس كوبايه مكرونه شعريه، كوبايه بس، عايزين تزودوا او تنقصوا برضو ترجع لكم. اتفقنا. دلوقتي بقى انا معليه النار عادي، بس مش هسيب ايدي خالص. هفضل كده اشوحها شوحها شوحها لحد لما احمرها وهغمقها سنه كده صغيره. هوريكم كده درجه الغمقان اهو. عشان كده كده لما نحط الميه بتفتح شويه. هنسمي بقى الله كده ونحط ميه مغليه. ميه مغليه بصوا، وخلي بالكم يا جماعه بالله عليكم حطوا كده واجروا على طول، حطوا واجروا. ماشي، وان شاء الله ربنا يحفظكم طبعا. هحط كده شويه صغيره يعني مش كتير قوي لحد كده، يعني فوقيها بحاجة بسيطة أو على قدها بالظبط. لو عوزت مية هحط تاني علشان يعني ما تعجنش مني، وهغطيها كده شوية لحد لما تستوي وارجع لكم تاني. اهو كده استوت وزي الفل وما احتاجتش على فكرة مية خالص. دلوقتي بقى هنحط ايه تاني؟ هنحط بقى ايه هنا بقى اللي هتخليها طعمها مميز. كوباية لبن سخن، وحط عليها معلقة كبيرة كاكاو خام. وكل طبعا الكاكاو ما يبقى انضف وطعمه هيبقى احلى. وثلاث معالق كبار سكر، ولو عايزين تقللوا او تزودوا في السكر ده براحتكم. خلاص. وهقلبها كده تقليبه بسيطه، بس قبليها هحط معلقه كبيره كريم جانتيه. عايزين تحطوها مش عايزين براحتكم، بس دي خام ما فيهاش سكر. هنحط معلقه كبيره كريم جانتيه، وعايزين يعني ما تحطهاش عادي، بس هتدي تيست طعم حلو ان شاء الله يعني. وهنقلبها كده تقليبه بسيطه لحد لما بس تدوب معايا. وهغطيها كده بس لحد لما ايه يتشربوا كده وياخدوا ايه من طعم بعض. بس يعني ههدي النار شويه كده. خلاص اهو طفيت النار خالص واستوت وما احتاجتش ميه. هنحط بقى ايه فانيليا، ويا جماعه ما نحطش الفانيليا غير في الاخر، ولما نطفي ما نحطهاش شويه يعني مع بعض كله عشان بتمرر معانا. اهو هنحط بقى ايه فانيليا. وكمان على فكره بتدي طعم حلو جدا وريحه حلوه جدا، ومش يعني بتدي طعم احلى لما نحطها في الاخر. كده خلاص استوت وكله تمام. هنا بقى انا حطيتها في طبق التقديم، عايزين تحطوها في طبق او في كوبايه كبيره او في بول اي حاجه. هنيجي بقى للتزيين، دي حاجه ترجع لكم. اول حاجه انا حطيت شوكولاته كريسبي بتبقى جواها كده بسكوت طعمها حلو، وحطيتها كمان باللون الذهبي عشان تليق كده بقى وتدي ايه تبقى لايقه يعني على المكرونه، كله بيجات بقى وبنيات. هنا بقى كمان حطيت سوداني مجروش، بيدي طعم حلو قوي بجد يا جماعه، تست حلو جدا والله العظيم. حطوا بقى جوز هند او زبيب، بس ده بيدي طعم احلى. بلاش طبعا تعملوها في الكبه كده طعمها احلى. هنا بقى اخر حاجه كان عندي كده كوكيز. بجد برضو هيبقى طعمه حلو. اول كده كده هناكلها يعني طبعا للتزيين يعني، بس هناكلها برضو. حلو قوي يا جماعه، التزيين بسيط وطعمه حلو جدا. هنا بقى اخر حاجه بقى عايزين ندوقه. بصوا بقى الجمال بقى، كاكاو بقى مع السوداني بيبقى طعمه حلو قوي يا جماعه بجد يعني. مع الكريم جانتيه بقى والفانيليا، طعمها بجد حلو قوي يا جماعه، جربوها وتغيير برضو. تعالوا بقى نشوف اخر حاجه ايه، الختام. تعال بس ندوق كمان واحده. يا حلاوه يا حلاوه. تعال نشوف بقى الختام. ها، ايه رايكم بقى في الطريقه الحلوه دي؟ اكيد عجبتكم، اوعوا تنكروا. طبعا مش هستنى رايكم غير لما تجربوها كالعاده، او هستنى دايما تعليقاتكم الجميله بتفرحني. وطبعا لما تعملوا لايك ده الفيديو بتاعي بيترفع وبي يعني في يعني بيظهر في البحث بسرعه. فما تنسوناش بقى في الاشتراكات واللايكات والتعليقات. كانت معكم ايمان مجدي من قناه كوكينا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.